اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ النهارده انا عندهم هنا، فقلنا كده ايه مش عارفين ناكل ايه النهارده، فقلنا خلاص هناكل ايه، نجيب اكله رنجه وفسيخ. فجبنا بقى الحاجه بس جايبينها طازه ومتنضفه بصراحه. الراجل ربنا يبارك له الحاجه عنده كلها طازه وفريش. فاوريكم دلوقتي برده الحاجه اللي احنا جايبينها. بصوا يا حبايبي ما شاء الله الرنجه اهي متنضفه ومتقطعه بصراحه، حاجه تحفه بصراحه. الراجل ما شاء الله عليه نضفها والحاجه عنده كلها فريش زي ما انتم كده شايفين. ما شاء الله ليمون وفلفل مظبط لنا بصراحه الرنجه. ودي اطباق برده هنا كده عنده بيع كده فيها قطع فسيخ، هوريها لكم برده. بصوا ما شاء الله القطع حتى بتاعت الفسيخ برده متقطعه كده اهي، فيها صوص كمان جميل كده معاها، صوص طحينه ده وعامله كده بيبقى طعمه بصراحه ربنا تحفه قوي. فوضبها دلوقتي بس انا هحطها بس كده في صينيه وعليها بس الزيت والليمون، وهوريها لكم برده وهنقطع البصل وهتشوف كل ده دلوقتي معانا مع بعض. هنزل بقى يا حبايبي كده، نزلت بالرنجه كده بتاعتي في الصينيه. بصوا ما شاء الله الرنجه كلها والله متقطعه تقطيعه حلوه قوي كده مكعبات. بصوا ما شاء الله جميله بصراحه. نزلت بقى كده بيها كلها في الصينيه. ننزل بس عليها بالزيت، وانزل عليها كده برضو بشويه طحينه، وطبعا احنا بنحبها سبايسي شويه فهننزل عليها بالقرون الفلفل دي كده والليمون. ونزلت عليها كده بالزيت شويه زيت برضو صغيرين، والطحينه بتخلي طعمها جميل قوي. هي برضو دلعه مش مالحه الرنجه، بس الطحينه بتجود من الطعم بتاعها. اهو نزلت كمان بالليمون كده عليها. ممكن عادي انزلها بس ايه يعني دقيقه بس واحده كده على النار عشان الزيت بس اللي فيها ده، وعلى طول بقى يبقى الف هنا وشفا كده للاكل. وممكن برده عايز نحط برده فلفل اخضر برده اللي بنحبها سبايسي، اقطع برده الفلفل ده كده عليه. نزلها بس دقيقه كده على النار تتشوح بس كده بالزيت والليمون طلع كده عشان تبقى سبايسي كده معايا الرنجه. بحبها سبايسي كده كده جاهزه معايا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ابني خضتني عفريت، خضتني يا يوسف. عادي بقى انا كده افصلي سايبني اعصابي بجد، افصلي حبيبي. يا جماعه اللي حصل ده حابه يعملوا فيها مقلب، اخويا حابب يعمل فيها مقلب وانا مش واخده بالي، سايبني اعصابي بجد. يعني انا كنت متحمسه كل حماسه اطلب معاكم الرنجه بجد، سايبني اعصابي لحد دلوقتي. الحمد لله عدت على خير. فبصوا الرنجه اهي معايا دلوقتي بقى. بصوا البطارخ دي كده، البطارخ دي برده ايه، دي بطارخ اللي هي النيه دي طريه. هنزل عليها برده بشويه طحينه كده برده تبقى طعمها خرافه ماشي. وهننزل عليها ايه ده بسن الزيت، زيت خفيف كده. وننزل كمان عليها بشويه شطه بس كده، وهقلب بقى كل ده كده مع بعضه. بصراحه بتبقى طعمها تحفه بجد، حاجه كده عظمه بجد. خلاص يا حبايبي كده خلاص خلصت الرنجه اهي، وضفتها زي ما انتم شايفين اهي بالطحينه والزيت والفلفل الاخضر اللي هي زي سبايسي. وعملت البطارخ اهي الزيت والطحينه وشويه شطه صغيرين، وعصرت عليها ليمون. وده الفسيخ طبعا بصراحه هو جاهز الفسيخ بتاع الطحينه ده. وعملت البصل اهو معايا. ودي كانت الاكله كده بتاعتي النهارده. طبعا بعد الخضه اللي انا اتخضيتها دي فالحمد لله اعصابي سابه، شكلي مش عارفه اكل الرنجه، جايين كمان في اكله الرنجه ويخضوني يا جماعه. فالحمد لله على كل شيء. رب يكون الفيديو بتاعي كده عجبكم، يا ريت تدعموني كده وتشجعوني بلايك وشير، وان شاء الله استنوا